لو جيت في يوم وقلت لك ان الزمالك هيروح لسكة الاسماعيلي، لو جيت في يوم وقلت لك ان الزمالك بينافس على الهبوط، هتعمل ايه؟ تخيل كمان لما اقول لك ان هيحصل لو ما عملناش حل الخصخصة. تعال اقول لك ازاي. يلا بينا نخش في الحلقة. تعال نرجع ل 2020. كان عندنا فريق جاهز في مصطفى محمد ومن شرقي وطارق حامد وكل العناصر الهائلة دي وساسي، وكان معانا مدرب اسمه كالتيرون، وبنمشي ماشيين في امان الله. كنا كسبانين السوبر الافريقي وقبليها الكونفدرالية، وكنا زي الفل، وكنا بننافس على المركز الثاني في الدوري، وكنا كمان متأهلين للأدوار النهائية في دوري أبطال أفريقيا، وكنا مدين الأهلي شلوت بالإضافة للشلوت اللي خده وليد سليمان من إمام عاشور هدية، وكسبانين السوبر كمان. ما ننساش كمان إن الزمالك كان ملاش وعلى الترجي على قفاه ومطرقع له في الماتش ده بتاع دوري أبطال أفريقيا في دور الثمانية، والماتش التاني بتاع السوبر الأفريقي اللي أنا لسه متكلم فيه قبل كده. وما نسيتش الصراع هدف أوناجي عالي والضغط من الاطراف، ما اعطاش الفرصه للزمالك. هنا جبل ان ينطلق بالكره، يساعد التعادل. يسيبونا كده متعشيين متهنيين؟ لا، يدونا الخازوق ويحلوا لنا مجلس الإدارة. هو ده المكان اللي خدنا منه الخازوق بالظبط. لو عايز تعرف خدنا الخازوق منين، الأسوأ من الخازوق هو معاد الخازوق. الخازوق خدناه قبل ما الموسم يخلص. كان يفترض ان احنا عندنا ماتش نهائي دوري الأبطال، وده كان أهم ماتش في السيزون ساعتها. احنا كنا عارفين توابع حل المجلس وهيعمل ايه في الفريق مستقبلا، بس حطينا كل فلوسنا في الماتش بتاع النهائي ده على امل ان احنا نكسبه، وعلى امل ان احنا ناخد البطولة. مش ممكن ما نشوفهاش تاني، ممكن ما نروحلهاش تاني. والمنافس بتاعنا بيروح ل 17 مليون مرة معاه الفلوس بقى، وبيسرق وبيعمل كل حاجة وبيفسد، وللأسف انتهت زي ما انتوا شايفين. ولكن نرجع ونكرر ونقول الماتش ده مش سبب في اي حاجة. السبب هو اللي قلناه من شوية، حل مجلس الإدارة اللي جه زي الخازوق وقبل الماتش ده كمان. لكن الماتش ده ملوش اي 60 لازمة. الماتش ده احنا جبنا عيل اسمه ناصر منسي، حطوا فيهم جون، وكل يوم جمعة بيوسع فيهم الخرم. بعد حل المجلس بتبدأ ببساطة عملية بسيطة جدا، وهي عملية تفريغ الفريق الجامد ده بتاع 2020. نسيت اقول لك انه قبل ما يبتدوا بالحل وقبل ما يبتدوا بتفريغ الفريق كان اوريدي في عرض سعودي مجهول جه للمدرب بتاعنا اللي هو الكالتيرون ده ومشي. خليني قبل ما اقول لك ازاي الفريق اتفرغ اشرح لك زيتونايه صغيره في الموضوع عشان تفهم ازاي. في اي مكان للعالم بيدار مثلا شركه مؤسسه او نادي زي من النادي بتاعنا ده مثلا، لو مجلس الإدارة غير مستقر وفي تخبطات إدارية، ده بيؤدي لمشاكل، ويؤدي إن العقود الرعاية ما تجيش، يؤدي إن مفيش فلوس تيجي أصلا النادي، يؤدي إن كوارث تحصل النادي. ما بالك بقى إن مجلس إدارة فجأة يتشال وتعين قدامه لجان معينة، واللجان المعينة دي ما استمرتش لا شهر ولا سنة، لا استمرت سنتين بحالهم، على بال لما راحوا شالوا المجلس تاني، وبعدين رجعوه تاني، بعد كده عملوا له أزمة مالية تاني، بعد كده شالوه تاني، وبعد كده جابوا لنا الزفت اللي اسمه لبيب. فتخيل كل هذا التخبط الإداري وانت مش عارف لغاية دلوقتي المجلس اتحل ازاي. فلما المجلس اتحل، المشاكل المادية على النادي زادت، لأن مفيش أي راعي راح دخل النادي ولا حد ادالك جنيه حتى. ونتيجة ذلك ان سنتين كاملين الزمالك مش بيخش له ولا فلوس ولا جنيهات. ادى بعد كده ان اللعيبه كانت بتطالب بمستحقاتها وما لقيتهاش، وبقت شخ على نفسها وبقت تعيط على نفسها. وفي الاخر حصل ان لما فضلت الازمه شغاله، الفريق بقى يتفرغ من لاعب ورا التاني، لاعب ورا التاني، لاعب ورا التاني، لغايه لما حصل لنا اللي احنا فيه ده حاليا. فتعالى بقى اشرح لك ازاي اللعيبه دي اتفرغت واحد ورا التاني. نبدا باول واحد، فرجاني ساسي.
كان عنده مشكله في التسجيل، طالب بمبلغ كبير، لقى ان مشاكل النادي والمجلس اتحل، وكان هو كان اصلا عايز مبلغ كبير، جاي له عرض من الاتحاد القطري، خلاص قبل العرض دم كده بالسلامه. فرجاني ساسي اشطب عليه. نخش على اللي بعديه، مصطفى محمد. مصطفى محمد كان اصلا عايز يمشي قبل ما يحل مجلس الاداره، ولما حصل الحل ده سهل عمليه ان هو يمشي، وما عرفناش نجيب مكانه مهاجم بديل، وحتى اللي جبناه مشيناه تاني. كده نقدر نقول بالسلامه على مصطفى محمد. احمد عيد مشي لاسباب وظروف غامضه اثناء فتره اللجان، ولظروف انا مش عارفها الصراحه. دي كده احمد عيد اشطب عليه. اشرف بن شرقي بعد لما عقده خلص اما صدق وراح خلع على طول ومشي. طارق حامد حصل بينه مشكله بالاداره بعد لما اللجان مشيت، وجه مرتضى تاني في فتره قصيره ومشي هو كمان. ابو جبل مشي من النادي بسبب نفس الظروف برضه، وجنش اساسا كان بيتطفش من ايام اللجان اللي هو البديل بتاعه لما اتصاب، واحنا بنعاني لغايه دلوقتي في حراسه المرمى على فكره. نسيت افكرك كمان ان في لعيبه مش موجودين معانا في الصوره دول مشوا، زي ونجم زي اسامه فيصل اللي رئيس النادي مشاه وهو اعترف كده بنفسه، وزي لعيبه ثانيه كتير مشوا لظروف واسباب غامضه، ولاعيب مثلا جبناهم ومشيناهم زي مروان حمدي. ده غير يوسف اوباما اللي مشي هو كمان رغم انه كان بيهدف في الفرقه. ده غير ابراهيم انداي اللي احنا جبناه في فتره قصيره ورحنا مشيناه، جبنا مكانه مشالات ما عملش حاجه مشيناه برضه، والاتنين اشتكوا بنفس الطريقه. يعني اكلمك عن بلاوي. في 3 مشيناهم زي محمود علاء واسلام جمال، وشيكابالا خلاص هيعتزل، وحتى اللي هو محمود علاء اللي استبدلناه بمدافعين حلل زي الزناري وزي حسام عبد المجيد اللي عمال يساومنا. يعني مازال القرف يتكرر. في وسط الزحمه دي انا نسيت اكلمك عن عبد الغني اللي هو كان مدافع قليل بالمناسبه وكان عنده كوارث. لما جينا مشيناه تقريبا وجبنا واحد اسمه ياسر حمد، وياسر حمد ده المفروض ان هو مدافع اجنبي، المفروض ان هو ينفعنا، جبناه ومشيناه هو كمان. نسيت اقول لك ان كمان في واحد كان هو بديل ساسي اللي هو اسمه امام عاشور، كان ابتدى ينطق ويتنفس معانا، هو كمان مشي واشترى النادي الاهلي. فريق حرفيا يا جماعه ما كانش فيه اي لعيب تاني غير زيزو، كان هو اللي بيسجل، كان هو اللي بيصنع، كان هو اللي بيعمل الاسيستات، وتقريبا كل ده هو اصلا ماضي بالاهلي في يناير عشان اصلا كان ليه مستحقات من المواسم السابقه، وفضل بقى يقنعونه ان هو هيجدد وهيعمل، وانا عارف ان هو مش هيجدد لان المطالبات بتاعته كانت مبالغه فيها. في الاخر زيزو مشي وخلاص وانتهى وتفكك جيل 2020 بالكامل. جيل 2020 بالكامل اتفكك بسبب رحيل مجلس الإدارة، ده السبب الأول والأخير، والباقي أسباب فرعية يا جماعة، بس هو ده السبب الرئيسي. تم حل المجلس وفك الاستقرار بتاع الفريق، وكل حاجة راحت، كل حاجة اتدمرت، كل حاجة في 5 سنين بالظبط على هذا الوضع. أسوأ شيء حصل لنادي الزمالك من سنين، لأن ببساطة رحيل المجلس يعني مش هتشوف رعايات، مش هتشوف إعلانات ولا على ظهر التيشيرت ولا على أي حاجة، ولو جات لك بعد كده بعد ما تستقر هتجيلك بمبالغ أقل وهيساوموك عليها، وده اللي حصل في 2022. غير الفترة اللي هم السنتين اللي ما كانوش بيقولك فيهم حاجة وكان فيها لجان مالية، كان ديون عمالة تكتر على النادي، وكان في قواضي كانت عمالة تترفع على النادي. القواضي دي ما اترفعتش غير بعد حل مجلس الإدارة، وده اللي رجعنا تاني ان هو الحل ده هي بداية المشكلة وهي السبب الرئيسي اصلا. كان ممكن المجلس لو هو موجود كان ممكن القواضي دي ما تتحل ودي، كان ممكن اصلا ما تترفعش. ما هو المجلس نفسه اللي اتحل 2020 ده حل قواضي بتاعت عباس زي اجوجو، زي كريم حسن، زي ريكاردو، كل دي القواضي بتاعت مجالس عباس مرتضى حلهم وزي الفل، ما اترفعش علينا لا ايقاف قيد ولا اي حاجه من الحاجات اللي بتحصل فينا بعد حل المجلس بتاع 2020. انا كنت سمعت ان مجلس 2020 كان جاب صفقات، كان هيجيب صفقات يعني، وكان عامل عقد رعايه جديد. كل الحاجات دي طبعا اختفت لما اللجان جت والمجلس اتحل. طب ايه الحل؟ الحل هو الخصخصه، ومفيش حل غيره. مفيش حل يعرف ينقذك من الديون اللي عليك غير الخصخصه. مفيش حل ممكن يعرف يشتري لك صفقات محترمه وتليق بيه غير الخصخصه. مفيش حل ممكن يجيب لك إدارة رياضية فعلا بتفهم بش الهواه اللي عندها دي غير الخصخصة. مفيش حل يقدر يمنعك من حل مجالس الإدارات ولا الحاجات دي ويعديك استقرار غير الخصخصة.
كل حاجة بتقول لك خصخصة. الخصخصة هي اللي خلت بيراميدز ينافس وبدأ بعد لما كان اسمه الأسيوطي. الخصخصة خلت فريق زي فيوتشر يصعد للدوري الممتاز بعد لما كان بايت في الدرجة الثالثة. الخصخصة هي اللي خلت فريق زي FC مصر يفضل في الممتاز ويروح ينافس في مراكز متقدمة وينافس في نهائي الكاس. الخصخصة هي الحل، الخصخصة هي المستقبل. لو ما خصخصتش هتروح للإسماعيلي. الخصخصة هي اللي هتخليك تنافس، لأن المنافسين بعد كده مش هتعرف تواكبهم ولا هتعرف تدفع زيهم ولا هتعرف تعمل حاجة. يا ريت كل يوتيوبر غبي حاطط في دماغه جزمة يفهم ان ده الحل. يا ريت كل مشجع زملكاوي حاطط في دماغه جزمة يفهم ان ده الحل. هو ده الحل ومفيش حل غيره. ولما يتحل مجلس لبيب ده، لو اتحل ما يبقاش في بقكم غير كلمة واحدة، خصخصة، وما تطلبوش بأي حاجة تانية غير الخصخصة، لأن الخصخصة هي الحل، هي المنجد الوحيد لهذا الفريق. فأي حد تاني هيقول لي على أي حل تاني خلاص بالسلامة. ده أفهم كده إنكم مش فاهمين مشكلة الزمالك. الخصخصة هي اللي هتنقذنا من كل ده ومفيش حاجة تانية تنقذنا. لأن لو انت جبت مجلس كويس هيتحل بكل بساطة، هيتعمل له حدود بكل بساطة. الخصخصة انت هتستثمر براحتك، هتدفع براحتك، هتعمل شراكات مع ناس براحتك، هتاخد عقود رعاية محترمة، هتعمل كل حاجة نفسك فيها انت محروم منها وانت قطاع عام. الخصخصة هتبعد الجمعية العمومية من نادي الزمالك وهيبقى نادي بس يتحكم في قراراته المستثمرين. اي حد هيقول لي ان مجلس الاداره هو اللي هيعرف يحلها يبقى بيهزر. اي حد هيقول لي ان ما ينفعش نستثمر هيبقى بنهزر. احنا دوله راس ماليه مش دوله اشتراكيه عشان تقول لي ان احنا ما ينفعش نبيع او ان هو نادي فئويه. هو ده الحل. لو على كده القانون يتغير عادي، مفيش غير الحل ده. خلاص انتهينا، هو ده الحل. اضغطوا في موضوع الخصخصه ده، اضغطوا بالمقطع، ما تحضروش اي ماتشات الا لما تتنفذ مطالب الخصخصه، وخسروهم كل حاجه مادام مش عايزين يخصخصوا، وقطعوا للابد لو مش هيخصخصوا. هم اليوم الاختيار، يخلونا نخصخص الزمالك ويستفيدوا بالضرائب او نقاطع للابد وخلاص ونسيبها لهم مخدره. هم اليوم الاختيار، الكره في ملعبهم هم وبس. هو ده اللي انا اقدر اقوله، هو ده الحرح المشكله كلها. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. سلام.